أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الأنبار الفضائية وحلقة جديدة من برنامج نقطة ضوء. مشاهدينا الكرام، الحياة متغيرة والفن متغير ولا يبقى على حال، فالفنون التشكيلية وكذلك فن الشعر والرواية والأدب بشكل عام كلها متغيرة مع الزمن وبحسب متطلبات الحياة وتطور التقني ومستوى الرقي الاجتماعي الذي يصله أي مجتمع. معنا مشاهدينا الكرام لمناقشة موضوع الفن التشكيلي بين التركيب والأداء والكلاسيكية الأستاذة زينة سالم، الفنانة التشكيلية المجددة عراقيا. فأهلا ومرحبا بك أستاذة زينة. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك مرة أخرى. في البدء يعني دائما ما يخطر على بال أي منا سؤال، يعني هل الفنان يمتلك عينا تختلف عن أعين بقية الناس، أم أن لديه إحساس بالواقع وبالحياة يختلف عن ما موجود لدى عامة الناس؟ وهل الأمر يبدأ منذ طفولة الفنان أم أنه قد يأتي متأخرا؟ أكيد هو منذ الطفولة. وجود عين أخرى مغايرة أو رؤى مغايرة للواقع، هذا بالتأكيد موجود، وإلا لما سمي فنان. الإحساس بما يحيط الواقع، لا، هو الإحساس واحد، لكن أساليب التعبير هي مختلفة. يعني كوني فنانة، أنا قبل كل شيء أنا إنسانة مواطنة في هذا المجتمع، علي نفس الضغوطات، علي نفس الأعباء كامرأة، أيضا علي نفس الضغوطات، لكن وسيلة تعبيري مغايرة عن الامرأة المدرسة أو الامرأة ربة البيت أو غيرها. الرؤى أيضا تختلف. كأن يكون عندنا مثل جدا رائع، أكو لوحة جواد سليم اسمها الشجرة القتيلة. جواد سليم في طريقة شاهد وقت الربيع، شاهد بعض الفلاحين يقتطعون شجرة في وقت الربيع، فرأسا كان هناك إحساس بداخله بأنهم يغتالون هذه الشجرة، فأنتج اللوحة الخاصة بالشجرة القتيلة، وهي من أروع أعماله بصراحة. طيب، يعني إلى أي مدى تجدين أن الفنان العراقي التشكيلي العراقي قد عبر عن واقع المجتمع العراقي من دون أن يستنسخ، على اعتبار الفن التشكيلي الحديث هو فن مستورد من الخارج، يعني نعم، متأثرا بالمدارس الأوروبية وغيرها من هذا المدارس؟ صحيح. يعني هل استطاع أن يكون مدرسة خاصة بالفن العراقي قادرة على أن تجسد معاناة المجتمع العراقي؟ مدرسة خاصة، كانت مدرسة بغداد هي الوحيدة في تاريخ الحركة التشكيلية اللي كان قائدها الفنان جواد سليم، اللي هي مو كانت مجددة أيضا بالشكل وليس فقط بالمضمون. لكن عموم الفنانين العراقيين، ومثل ما قلنا، هو إنسان في هذه البيئة. آه، وصلتنا المدارس جاهزة، لكن وظفت بمضامين البيئة العراقية والمجتمع العراقي وأوضاع هذا المحيط. طيب، يعني إلى أي مدى أنت يعني من المشتغلات بالفن الأداء والفن التركيبي الانستليشن، إلى أي مدى تجدين، أو بداية ما هي تعريف أو ولو تعريف مقتضب مهم. لهذه الفنون ما بعد حداثية؟ مهم. يعني كما تحدثت في بداية الحلقة، فإن التشكيل متطور حال بقية صحيح. الفنون. تعريف يعني إلى أي مدى استطاعت أن تؤثر جماهيريا كما أثرت الكلاسيكية في فترة من الفترات؟ هو بداية البعض لا ينسب فن الأداء والإنستليشن إلى الفنون التشكيلية، وأيضا الفيديو آرت أيضا من الفنون المعاصرة. عالميا أصبحت هناك متغير للتسميات، فأصبحت هذه الفنون كلها تحت مسمى الفنون البصرية، لأنها تستقبل بصريا وتؤدي الأعمال أو تؤدي التجربة الجمالية بصريا. آه، الفن الأداء برأيي هو تفاعلي أكثر مما هو فن منعزل. كما هي اللوحة تحتوي على شفرات كثيرة شكلية. حتى لو كان
هناك بعض التشخيص يبقى هناك مجهول أمام المتلقي، وهذا قالها أيضا جواد سليم في مرحلة الخمسينات. يقول في بيانه اللي انطرح في الإعلان عن مدرسة بغداد أن المتلقي العراقي يريد أن أرسم تفاحة وأكتب تحتها تفاحة. فشوف الصعوبة أنه هناك متلقي أنه يقدر يتحاور مع لوحة تشكيلية رغم أنها فيها نوع من التشخيص. لكن فن الأداء أو فن الانستليشن آرت ممكن يتيح إلى المتلقي طرح الأسئلة، وهذا هو المهم، أن يكون هناك عقل ينتج الأسئلة ويبحث عن سؤال. طبعا كثير يقول ماذا تعني؟ ماذا تعني هذه اللوحة؟ ماذا تعني كذا؟ يفترض أنا أسأل ماذا وصل إليك من هذا المشهد؟ فهو فن تفاعلي بصراحة. برأيي نوع التحول عندي من اللوحة، ما زلت أعمل باللوحة وأعمل بمنهج التجريب باللوحة، لكن تحولي هو أن أكون أقرب إلى المتلقي من ما أنا عليه في اللوحة. إلى أي مدى تعتقدين أن هذا النوع من الفن جاء نتيجة متطلبات العصر، أن المتلقي لا يريد أن يقف أمام لوحة ويبدأ بالتحليل ويذهب إلى أنه يفك رموز هذه اللوحة مثل ما تحدثتي، بقدر ما هو يريد أن يعيش تجربة معينة تعبر عن وضعه، عن معاناته، عن تطلعاته بالحياة؟ هذا الفن لم يأتي وفق متطلبات المتلقين؟ لا. هذا الفن هو امتداده يمتد إلى بداية القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى. الصدمة اللي كونتها هذه الحرب لدى المجتمعات الأوروبية ولدت عندنا المدرسة الدادائية، ومن ضمن خلال هذه المدرسة الدادائية كان هناك فن التركيب أو الاستعانة بالأنقاض ومخلفات وإنشاء فن، وأيضا الاستعانة بالجسد والإيتاء ببعض المشاهد اللا معنى لها، لكن بطبيعة الحال وبطبيعة الاستمرار والتقادم الزمني أصبح هناك تهذيب، أصبحت البيرفورمانس له دلالة، له ثيمة، والإنستليشن أيضا له ثيمة وله دلالة. ومؤخرا وبتقادم الزمن والتكنولوجيا أصبح أيضا هناك فنون فيديو آرت أيضا لها دلالة وإلها ولها قواعد خاصة بها. يعني هنالك قوانين للانستليشن آرت أو للفن الأداء أو الفيديو آرت؟ أعتقد أنه الفنون ما بعد الحداثة بما أنه هي حطمت الحواجز ما بين المدارس وما بين أيضا تصنيف الفنون، أعتقد أنه هي أيضا حطمت أي قوانين، لأنه الآن عفوا البيرفورمانس ممكن يكون صامت وممكن يكون كلام كلام، وايضا الانستليشن ارت ممكن يكون بمواد وممكن يكون انستليشن صوتي، ان يكون هناك تكوين صوتي جمالي داخل غرفه مغلقه يتلقى المتلقي عبر الميكروفون او الهيدفون. ممكن رواج يعني هذا النوع من الفن داخل اوساط النخب على اقل تقدير المتذوقين من الفن، كيف وجدتيها؟ هو كل شيء جديد يلاقي صعوبة، يعني كما كانت الحداثة الفنون الحداثوية لها صعوبة في المتلقين، بالبداية أيضا أكو صعوبة بالمتلقي. ما يهمنا أنه هو فن موجود، وما يهمني أنا شخصيا أنه أداة أعبر بها عن رأيي أو أعبر بها عن ذاتي، وهذا ما يهمني. سواء المتلقي قد ما وصل من عنده حتى لو 1%، أنا أديت، أنا أطلقت صرختي، أطلقت صوتي بس بطريقتي. بس ما هي نرجسية؟ الفنان وأي فاعل داخل المجتمع يتمنى أو طموحه النهائي أن يؤثر بهذا المجتمع. أي نعم أن تؤثر، لكن إذا أنت عزلت نفسك، يعني آمنت بأنه أنا أنتج هذا العمل وخليه يشوف واللي ما يعجبه لا يشوف. أحيانا النزول لذائقة المجتمع تقيد الإبداع، والنزول إلى ذائقة المتلقي تحيد الخيال، فلا أستطيع أن أتحيد حتى أطلق
صرختي بمصداقية، أنا لا أتحيز لا، هي ليست دعوة للابتذال بالحقيقة، يعني ليست دعوة أن تقدم فنا سطحيا، لكنها دعوة لأن تكون مؤثرا داخل المجتمع. ما هو هذا التأثير يأتي تباعا، يعني بعد اليوم أنا أقدم، بعدها زميل وزميلة وآخر وآخر. لما يكون أكو هناك تكرار للمحاولة، لما يكون أكو احتضان لمؤسسات لمثل هكذا محاولات، فتباعا يكون أكيد راح يكون هناك تأثير. يعني عادة ما أنا قرأت عن هذا النوع من الفنون، يعني النقاد الكلاسيكيين يرفضون أو لا يعترفون به فنان، وأنت تحدثت بهذا الأمر. إقبال الفنانين الشباب أو الطلبة وأنت تدرسيه في معهد الفنون الجميلة على هكذا نوع من الفنون؟ بالعكس، الشباب الآن هم أكثر انفتاحا من الأجيال السابقة على هكذا فنون، لأنه هم دا يتلقون الأشياء، دا يبحثون عن كل ما هو حديث، دا يبحثون عن كل ما هو جديد. فهذا النوع من الفنون هو موجود في الساحة الثقافية في أوروبا، في أمريكا، وحتى في آسيا، لكن قد يكون جديد على مجتمعنا اللي هو صار له يمكن 40 سنة منغلق على نفسه. فبعد هذا الانفتاح وعصر الإنترنت، أو اللي الآن دا يخلي العالم في قرية صغيرة، أصبحوا بالعكس يحبون يجربون، يخوضون مع يعني هذه طاقة التجريب أو الجرأة اللي يحملها الشاب، هو متفاعل أكثر لهذا اللي هي. والرواد من الفنانين الذين يعيشون اليوم في العراق كيف يتعاطون مع هذا النوع من الفن؟ يعني هل لا زال البعض أو الكثير منهم يعيشون في أبراجهم العاجية، وأنهم متمسكون بالطريقة الكلاسيكية بالفن التشكيلي من رسم ونحت وإلى ذلك؟ هو أولا إحنا الآن الجيل الموجود هو جيل ما بعد الرواد، يعني كون أن يتمسك هذا مو خطأ. يعني احنا نحب يكون اكو متلقي واكو اكثر من نوع من الفنون، هذا مو خطأ. انه يستقبلها او لا يستقبلها هو ما ينفي وجودها. فقد تكون المؤسسات بعدها لا تمتلك الجرأة بالاحتواء هكذا فنون، لكن ايضا هي على خطوات هي مواكبة ايضا لخطوات التغيير. اكو معارض وزارة الثقافة الآن باستضافتها لفنانين عراقيين من الخارج، بدأوا يدخلون هذه المحترك بالانستليشن ارت. آخر عمل أدائي قدمته على حدائق جمعية الفنون التشكيلية، وإن كان رأيهم بأن لا يمت إلى التشكيل بصلة، لكن مع ذلك احتضنوا هذه التجربة وقدمتها في حدائق الجمعية. ممتاز. يعني المساحة التي يوفرها هذا النوع من الفنون مساحة يعني كبيرة، يعني لا يقيد الفنان بلوحة بالتأكيد. لننتقل إلى موضوع آخر. يعني أنت لديك الكثير من المعارض والأعمال الفنية الحديثة أدائية أو تركيبية، بما فيها هذا المعرض اللي أقمتيه، معرض قرابين. يعني كيف لك أن تحدثينا عن هذا المعرض؟ هو معرض كل الأعمال اللي بيه عبارة عن سواد. هو عرض وليس معرض. عرض. هو عرض. هذا المشروع أنا أسميه مشروع، كان شامل للفنون المعاصرة، بي بيرفورمانس ارت، وبي انستليشن ارت، وبي فيديو ارت. البيرفورمانس ارت بدأناه بتصوير شخصي، وعرضناها على الانترنت قبل افتتاح المعرض. خلال اسبوع احنا يوميا ننزل صورة للبيرفورمانس. والعرض او المشروع، هذا المشروع كان في غرفة هو تنصيب لافتات الشهداء، في غرفة سوداء، احدى اللافتات بيضاء. هي طبعا اللافتات اللي عاصر حرب ال80 يتذكر هذه اللافتات شلون كانت تملأ شوارع بغداد أو شوارع العراق عامة، وللأسف مستمرة للآن. يعني وللأسف
الشاشة البيضاء كانت تعرض تمثل الشهداء الذي لم يضعوا لهم لافتة. لافتة. هذه الشاشة البيضاء كانت تعرض حلبشة، وهذه الحقيبة الصغيرة في نهاية كانت تعرض حلبشة وتعرض أيضا الانتفاضة الشعبانية. زين. يتخلل هذا العرض، هذا التنصيب، طبعا غرفة يدخلها المتفرج بأعداد قليلة، يسمع الصوت، صوت القلب مع خطواته، ويتوقف القلب مع صوت نموت نموت ويحيى الوطن. طبعا هي حالة من الرفض، إلى متى نموت نموت ويحيى الوطن. هذه اللافتات بدأت بتاريخ 1980 وتوالتها الحروب إلى أن أنهيت آخر لافتة ب 2015 على أمل أنه هي الانفجارات وغيرها وحرب داعش. نعم، داعش وغيرها، وقبلها 2003 وقبلها 91، يعني كل الحروب اللي عاصرتها اللي تركت أثر في نفسنا. أنهيتها 2015 وأنهيتها بهذه العلبة اللي هي عفوا الحقيبة اللي هي قرابين البحر، من هاجر وهاجر وغرق، حاملا كل ذكريات الطفولة والحب والمشاعر، وكتب من مظفر النواب والسياب وعلي الوردي وغيرها. هذا التاريخ العميق كان محمول يعني أيضا في هذه الحقائب، لكن هم أصبحوا قرابين إلى البحر. ولا زلنا ندفع القرابين في العراق للأسف. على فكرة أنا أنهيتها ب 2015، لكن مباشرة بعد المعرض للأسف أصبح تفاجأنا بحادث حريق الكرادة اللي راح بيه. كانت صدمة يعني. وأنت من الكرادة أيضا لديك مشاركة في تظاهرات 2019، يعني الانتفاضة اللي قام بها الشباب. كيف وجدت الفن في هذه الانتفاضة؟ ويعني ظاهرة لافتة للشباب العراقي في حينها أنه استطاعوا أن يجسدوا بطولاتهم، تطلعاتهم. المرأة استطاعت أن تجسد طموحها بالتغيير عبر الرسومات وما إلى ذلك، مختلف الفنون. كيف وجدت هذه الظاهرة؟ الظاهرة احنا الآن نشاهدها فقط على جدران النفق وبعض الأماكن من ساحة التحرير اللي لم يتم طلاءها لحد الآن. طبعا أنا وثقت كل هذه بكاميرتي الخاصة، لأنه مصيرها أيضا للإزالة. قد يكون الزوال. لكن هي أيضا هناك تظاهرة، هناك فنانين قاموا بالقدوم من الخارج. فنان قحطاني الأمين قدم من كندا حتى يقدم بيرفورمانس آرت في ساحة التحرير، وكثير من الفنانين الشباب قدموا انستليشن آرت، وكثير منهم قدم فيديو آرت أيضا على جدران الخيم اللي كانوا بها. هذه تظاهرة جدا يعني كسرت كثير من التابوهات. المرأة مثل ما ذكرت نزلت أيضا تشارك بطرح صوتها من خلال لوحة، وأكو كثير من الأعمال جميلة جدا وبأفكار إبداعية قاموا بها طالبات معهد الفنون البنات، طلاب أكاديمية الفنون، وحتى الغير أكاديمي الفنانين فطريين أيضا انسجوا لوحاتهم وشاركوا بأن يضعون بصمة في نفق التحرير. يعني كل من يقول أن الشعب بالعراق يعني لا يمتلك الحس أو التذوق الفني، هذه الانتفاضة يعني كانت ردا عليه. صحيح. لأنه كانت مشاركة كبيرة. وهو هذا التراكم اللي أنا أذكر لك إياه. بعض هذا التراكم لما تكون بهذه التظاهرة لابد وأن تكون مؤثرة للشعب. يعني ما حد رفض فد عمل تجريدي مثلا، ما حد رفض تسقيط التابوهات اللي حدث ببعض اللوحات، ما حد رفض انستليشن آرت، بالعكس كانوا يستقبلوها بحب، يحتوون هؤلاء الشباب بتجربتهم الجديدة. فهذا العمل التراكمي، كل هذا تراكمات الزمن
والتراكم الإنتاج الإبداعي بدون قيود أكيد راح يولد تفاعل مع المجتمع. لديك ايضا يعني معرض، لا اتذكر اسم هذا حديث طائر المدينة. حديث طائر المدينة. نعم. هو يعني لو يعني نركز في هذه الصور نجد قصاصات من جرائد، يعني رمز هذا من معرض كانت الملونة من عندها هي من معرض المعهد الفرنسي، لكن هذه الأعمال هي رمال، ورق ورمال، كرتون. هذه أنتج العمل بسنة ما بين سنة 2005 2006، الحرب الطائفية اللي مرينا منها. حتى الألوان تحسها يعني بالضبط. هذه الألوان هي ألوان المدينة اللي غطى وجهها الصبات. أصبحت مجرد ألوان رمادية أنا أشاهدها. المدينة بغداد أنا أحب أتسكع بيها، أتسكع يعني أتأمل كل شوارعها وبناياتها. والآن في هذه الفترة أصبحت مخيفة بالنسبة لي، أصبحت خاوية من الحياة. المعرض بالحقيقة كان له اسمه صحراء المدينة. كان هذه التسمية الأولى اللي ردت أطلقها، وهو كانت امتداد لمعرضي الأول صحراء لكن بعد أن صارت هناك انفراجة حبيت أن يكون هناك أمل، فنحيت صحراء المدينة وخليت سميته حديث طائر المدينة، على اعتبار أنه هذا الطائر هو الوحيد اللي يتجاوز الصبات الكونكريتية والحواجز، هذه الحواجز، وينقل لنا أخبار الأمل. وهي فعلا كانت صحراء في تلك الفترة. أيضا لاحظت في بعض اللوحات اللي رسمتيها استلهامك لشخصيات تاريخية من تاريخ العراق القديم. كيف استطاعت زينة سالم أن توظف تاريخ العراق في الفن المعاصر، في فنها المعاصر، في لوحاتها؟ هي بعض اللوحات هي ليس توظيف بقدر ما هو يعني العمل هو أكاديمي صرف، فقط أنه أكو هناك تكنيك حبيته أني أنه أتعامل مع التمثال أنقله من 3 أبعاد إلى بعدين، فتصير عملية الإيهام، المتلقي راح يشوفه كأنما مجسم، لكن حقيقة الأمر هو بعدين، يعني ما بي أي تجسيم. هذا المنتج اللي هو تمثال هو منتج لفنان، هذا فنان قام بعمل هذه الشخصيات. الآثار يتعامل معها كلقية، لها وظيفة ولها عمر ولها دلالات، أما أنا أتعامل معها جماليا. كيف أنشأ الفنان هذا العمل، كيف صنع الجلسة، كيف صنع التكوين، كيف تعامل مع الخامة. هناك عندنا أعمال من خامات مختلفة، عندنا الفخار، عندنا الأحجار بأنواعها، كل عمل. وأيضا عندنا جداريات للأسف ما حد يعرفها، يعني إحنا درسناها بس ما شفنا من عندها جداريات رسم، جداريات مرسومة. للأسف البيئة العراقية ما تحافظ على هكذا أعمال، يعني يمكن طبيعة المادة المصنوعة من عندها اللي هي الطين وبعض الألوان هذه. فأنا أتعامل مع الأثر كقيمة جمالية، أتعامل مع عقلية الفنان من ذلك الزمن، كيف أنتج هذا العمل جماليا. أيضا يعني شاهدت لك بعض اللوحات، لا أتذكر اسم المعرض أيضا، لكنها يعني شخص يطل من جزء من اللوحة مثل هذه. أي نعم. يعني هذه الملامح اللي تحمل معاناة بداخلها. نعم نعم. يعني ما الذي تمثل؟ هي نظرة للمستقبل؟ هل هي نظرة متفائلة أم متشائمة؟ أم محاولة للخروج من إطار حسب الموضوع يعني للوحة. وطبعا هذا من هذه مجموعة أعمال اللي حاولت بها أنه أكون قريبة للمتلقي، أن أجعل بها جزء من الواقعية.
هي بناء اللوحة كله عمل تجريدي، لكن بعضها تولد هذا التعبير اللي لا أستطيع أن أتغاضى عنه، أو شلون نقول، أستعير جانب تجريدي له، أو أصنع جانب تجريدي له. هذه نظرة الأم أو نظرة الطفل، لا يمكن أن أي حالة من التجريد تعبر عنها، فكان لازم أخذها كما هي وأخليها ضمن العمل. أيضا لديك عمل، أنت تخيطين لافتة طويلة. نعم، هذا آخر أداء. آخر أداء. نعم. ثم ترتدين هذه اللافته وأنت معصوبة العينين. لا، أو المعصوبة العينين غير. هذا غير. أي. عندما تخيطين تلبسين اللون الوردي وتخيطين هذه اللافته. نعم. لافتة النعي المكتوب عليها أسماء وآيات قرآنية وما إلى ذلك. الرسالة التي تريدين أن توصليها من خلال هذا العمل؟ هو هذا العمل اسمه الأمهات مصانع الرجال. طبعا هي الفن الأدائي لازم يكون كله نسيج جمالي أو نسيج بصري من صنع الفنان نفسه، وأيضا أدواته هو الجسد. فلما أختار لوكيشن، اختاريت النخلة، واختاريت الفستان أو العفو الدشداشة. الامرأة الدشداشة وردية مليانة بالحياة، لكنها تخيط لافتات الموت. هذه المرأة على قدر ما أنه تخيط بلافتات الموت أصبحت طويلة طويلة إلى مدى أنه أصبح عبء. هذه الحروب اللي هذه مثل ما تشاهدون، هذه الحروب أصبحت عبء علينا، ليست على أمهاتنا فقط، يعني علينا إحنا أيضا، وقد تكون على بناتنا القادمات أيضا. يعني كافي حروب إلى متى؟ يعني إلى متى راح يمتد هذه العباءة؟ والعباءة من عبء أيضا. فإلى متى ستمتد هذه العباءة؟ نخيط وما نلحق، يعني إلى متى؟ فهي كلهم هذول هم خرجوا من رحم الأمهات. يعني الأمهات تصنع رجال للحرب، يفترض أنه الأمهات يصنع الرجال للبناء، للحياة، لاستمرار الحياة، وليس أن تكونون حطب أو ضحايا أو قرابين للحرب. وهل استطاعت زينة سالم أن تجسد أعباء ومعاناة المرأة العراقية؟ يعني أم أنها كثيرة؟ بس أتمنى أنه نكون يعني قدرت أنا أعبر بطريقتي الخاصة عن جزء بسيط، ولكن الأعباء كثيرة والهموم كثيرة. يعني هذا يحلنا السؤال آخر، هل هنالك فن نسوي بالتوازي مع فن الرجال؟ يعني بصراحة احنا الآن في القرن 21 من المعيب أن نذكر هناك فن نسوي وفن ذكوري، يعني لكن ممكن تكون هناك قضايا نسوية وقضايا أخرى يعني لا تعني النسوية. الإبداع لا يميز بين ذكر وأنثى، وممكن لا ضير أن يكون هناك فنان ذكر رجل يعبر عن معاناة المرأة، مثل ما اكو هناك شعراء يعبرون عن معاناة المرأة وأدباء. بالأخير غالبيتهم متحيزين لذكوريتهم. هذا شأنهم، بس احنا موضوعنا انه فن نسوي وفن هاي، يعني الابداع لا يفرق. ومثل ما طرحت مقدما انه الان احنا في القرن 21، هذه قد تكون هناك تسميات في بداية خوض المرأة معترك جديد او حديثا معترك الفنون والإبداع هاي، لكن الآن أصبحت هناك. ما هي الطامة الكبرى؟ نحن نعيش القرن 21. نعم. ولا تزال المرأة تتراجع، يعني كواقعها يتراجع بسبب الهيمنة الذكورية. المجتمع تتراجع بتراجع الوضع الاجتماعي، تتراجع بتراجع الهيمنة قوة. نعم. سياسية تحط من قدر المرأة، وأيضا مجتمعية، قبلية، عشائرية، ما هي سياسية معتمدة على كل هذول. يعني هي عوامل كثيرة، يعني عوامل كثيرة. فهذا التراجع، القصد أن المرأة هنا هي الوحيدة التي تحس بهذا الظلم الكبير الذي يقع على المرأة.
هي أكثر إحساسا، لكن إحنا ممكن نشاهد هناك رجل هو أيضا رافض لهذا الإقصاء أو هذه سميها ما تشاء، يعني هذه هيمنة ذكورية. الهيمنة. أيضا هناك رجل ينظر إلى هذا بازدراء ولا يرضاه على نفسه. هناك كثير من الرجال يمتلكون الرؤى التنويرية والحس التنويري، ولا بد أن يكون هناك امرأة عاشت في كنف أب تنويري فنشأت متفتحة أو غير مهيمنة، خارج مهيمنة الذكورية، واستطاعت يعني أن تنتج وأن تساهم في. بالضبط. أكيد. طيب، ما هو رأيك بأن الفن بشكل عام والفن التشكيلي جزء من عنده هو نتيجة لوضع اجتماعي؟ يعني الفن التشكيلي في العراق في الخمسينيات يختلف عن الستينيات وما بعد ثورة 58، ويختلف أيضا ما بعد ال 68 وسيطرة البعث وصولا إلى 2003، ويختلف اليوم من 2003 لليوم. كيف يؤثر الواقع السياسي والاجتماعي في الفن التشكيلي؟ وليس فقط الواقع السياسي وأيضا الاجتماعي، هناك المؤسسات المنتجة للجمال أو المؤسسات أو كان المنتجة. سؤال الثاني. أي المؤسسات اللي هي تنتج يعني احنا بديهيا هناك تراجع في كل شيء، فمن الطبيعي انه نلاقي المؤسسات المنتجة للفنانين هي ايضا متراجعة عن ما موجود في العالم. الدراسة عندنا، وأنا أيضا مدرسة في معهد الفنون الجميلة، هي بدائية، ما تزال هي شأنها شأن أول تأسيس للمعهد مثلا. هنالك وزير فكر بإلغاء وفصل الذكور عن الإناث. كثير كثير، يعني مو واحد أو اثنين، يعني كل حقبة توصلنا يصير أكو هناك رأي رجعي، لكن المعهد إلى تاريخه، وأول تالي يعني ما ممكن أنه نقصي أو نلغيه بتاتا. يعني غير المعهد، يعني كلية الفنون الجميلة، نعم. وزارة الثقافة، الدوائر التابعة لوزارة الثقافة اللي معنية بشأن التشكيل، كيف يعني تتعامل مع الفنان؟ هل تحتضن الفنان؟ هل تقدم له تسهيلات للمشاركة في معارض مثلا داخلية وخارجية؟ هل ترى الفنانين الكبار يعني تضمنهم اجتماعيا؟ بصراحة أنا يعني مقاطعة مهرجانات وزارة الثقافة من سنين. ليش؟ يعني اكو جانب شخصي انه اني ما محتاجه الان، انه مثل ما نقول انه انعرف من خلال هذه المهرجانات، انه يكون عندي لوحه، وهذه اولا. انا اعمل على مشروع فني، ان يكون عندي ارتبط مع فنانين على مشروع فني وليس مهرجان. الجانب الاخر يعني صارت رتيبه، ماكو شيء جديد. يمكن الآن هذه السنة فقط حسيت إنه أكو شيء جديد، أكو معارض جديدة، أسلوب التنظيم مغاير، وبقدوم فنانين أو استضافة فنانين من الخارج، يعني نقلوا لنا تجربتهم اللي هي تكون مزاوجة ما بين إرثك الفني والتاريخي وما بين حريتك ونشأتك وتحرر الإبداع عندك في مجتمع أو بيئة هي نعطيتك مطلق الحرية أن تعبر كما تشاء. فكانت وجودهم جدا جميل، وإضافة جديدة للحركة التشكيلية. يعني بقية الأشياء الدعم وغيره لا، يعني وزارة الثقافة ما تزال تأخذ إخراجية على الأعمال الفنية، وليس لها دور في دعم الفنانين، ليس لها دور في إيصال صوت الفنان للخارج. بالعكس احنا يعني نعمل بجهود ذاتية. لو قدر لزينة سالم أن تعيش في بلد غير العراق، بلد لها فيه مطلق الحرية أن تعبر عن أفكارها وأحاسيسها وأعمالها الفنية بكل حرية ودون إحساس أو خشية من المجتمع أو من الأهل أو من أي رقيب سواء داخلي أو خارجي، هل ستختلف أعمالك الفنية؟ أكيد. يعني أكو عندك حواجز ما تسوي؟ أي طبعا.
اكو حواجز تقنيه، اكو حواجز بيئيه. لا، انا ما احكي على التقنيه والماديه، انا احكي على حواجز شلون نقول اخلاقيه يفرضها المجتمع عليك، انه انت تخاف انه تنتج مثل هيك لا، من مو الفن. من جانب الخوف، يعني اني ادواتي اني املكها، اني اقدر اعرض اي شيء، ها، واني عندي المعنى الخاص او احوله. مو يعني احنا شفنا شباب يعني كسروا. رمزيا، يعني معناها انت هم تقفزين على اكو الوضع. اكو شباب يعني كسروا التابوهات، فاني ما اكسرها، يعني مو هيجي. بس انه اكو جوانب التقنيه تتيح لي انه اطلق العنان لمخيلتي، الماديه ايضا تتيح لي ان اطلق العنان لمخيلتي. هوايه اشياء هنا، المؤسسه توفير مكان، يعني هذا الانستليشن ارت اللي شفناه احنا، لولا صديقتنا ذكرى سرسم مديرة برج بابل يعني قالت المكان لكم مفتوح، ما أنجزت هذا العمل. يعني ما أقدر أروح الجمعية الفنون التشكيلية أقول لهم اعطوني القاعة أريد أسوي انستليشن آرت. انا قصدي اكو مرات يعني رموز، سواء دينيه او اجتماعيه او سياسيه، الفنان ما يتجرأ انه يمس هاي الرموز. يعني هاي التابوات ليس فقط التابو مثلا الجنسي على سبيل المثال، تخطوه الكثير من ما الفنانين. هي إنه تتجاوزها بأي شيء. يعني انت حسب المشكله. انا اذا احكي عن مشكله خاصه، الموضوع مختلف عن ما احكي عن مشكله عامه، وانا الاعم او المعاناه العامه هي اللي تعنيني. فالمعاناه العامه ما مرتبطه بشخص او رمز او ما مثلا يكون واحد يقمع المرأة على سبيل المثال شيخ عشيرة. اي ممكن، بس انا ما ارمز لشخص، يعني هذا موضوع عام، كل شيوخ العشيره قد تكون هي هو كلهم، قامع. اي هو قصدي يعني اي فاني القصد هنا. فاني اقدر اوجدها بطريقه اخرى، ما امس شخص يعني واحد. بعدين ال يعني ال الاعمال اللي هي عمل املاء، هو كان ايضا لكسر التابوهات. اقول لهم انا مقيده، يعني مو اني شخصي، يعني المرأة. المراه مقيده من اي شيء، من كل شيء. يعني هذا مو بس رجل واحد، انما كل الظروف الاجتماعيه هي اللي دا تقود خطواتها. حلو. عودة إلى الجانب الشخصي لزينة سالم، من هو الملهم أو المعلم بالنسبة لك؟ خلي اقول لك، هو احنا اكثر من، يعني هذا عمر نصف قرن، فبيه هوايه اشياء، لكن احنا دائما نرجع للبدايات. الوالد الله يحفظه له دور كبير، أيضا يعني فنان هو؟ لا، لكن من زمن التنوير. آه. يعني كان آه، كنا بالسبعينات، عرف شلون ينشئنا بطريقة بدون قمع، يوجهني على الأشياء الجمالية. يعني أنا أذكر لك فد شيء، إحنا كنا كعائلة كل يوم جمعة نطلع خارج بغداد، فبالسيارة نكون إحنا طالعين من الفجر نايمين، أطفال نايمين بالهاي، بالسياحة. فأحس بيه قاعدني شوفي شروق الشمس، شوفي الألوان، شوفي ايش تختلف الشروق عن الغروب، الألوان تختلف هنا. فكان دائما يوجهني للأشياء الجميلة، يعني يعزز بي هذه الأشياء. يعني هو عنده حس جمالي جدا رائع. زائدا أنه كان دائما يسوي لنا رحلات للمتحف العراقي، المتحف البغدادي، معارض المتحف البغدادي. أنا لسه ببالي، لسه شلون يأشر لي على لوحة وليد شيت، يقول لي شوفي الحركة مال النساء اللي شايلات ما لا، امهات اللبن. مم. اي شوفي الحركه مالتهم، شوفي الالوان، انت رسامه انت، وانا بعدني طفله يعني، مو هذا. تحسين الخط كان يجبرني، يخلي لي كراس. الجريده، مم. يقول لي انت رسامه، خطش لازم يكون احلى من هاي الجريده، فلازم ترسمين الحرف صحيح. فهو كان له دور حتى بتحسين خطي، وكثير كثير من الاشياء انعكس يعني. يعني هذا الوالد الرمز الذي يعني ساعد وأنشأ زينة سالم، انعكس بأعمالك بعض الأعمال الفنية ولو بشكل غير واعي يعني. هو كافي انه هو اثر بشخصيتي، يعني حتى حب القراءة هو كان ايضا هو اللي، لأنه يعني
المكتبة كان عندي شلون نقول حساب مفتوح، انه اروح اختار المجلات والقصص اللي انا اريدها وبعدين هو يحاسب مثلا. فهو كافي انه هو اثر بشخصيتي يعني. هذا على المستوى الاجتماعي أبوش، مهم. لكن على المستوى الفني من الذي تضعه أمامها دائما زينة سالم؟ ايضا اضع امامي المعلمة الاولى. المعلمة الأولى إلي بالابتدائية الست نادرة بشير، اللي هي أخت الفنان منير بشير. العازف. فهذه كانت بالابتدائية. ليش أقول لك الموضوع من أنت الصغر محظوظة كان. يعني أي نادرة ممكن، والأب. أي يعني كانت تخليني على. طبعا مدارسنا كلها كانت بيها مراسم، يعني أصغر مدرسة كان بيها مرسم، فكانت تخليني على منضدتها الخاصة والواني، وهذه يعني منعزله عن بقيه شافت الطلبه. بيك الموهبة يعني. اي، واني ايضا شفت انه هذا تميز عندي، فيمكن مسكت بيه. بس اول تالي هو اني احس انه الرسم او الفن هو قدر، يعني قدر مشيت بيه بدون ان صار عندي خطوات بيها اختياريه، بس هو اللي كان امامي اللي فعلا. يحكم الموهبة لو الدراسة؟ الاثنين، الاثنين. لأنه الموهبة أطلع حرفية، يعني شأني شأن فنانين عصر النهضة هم حرفيين فقط، لكن الدراسة عملية تثقيف، بناء اللوحة، دراسة أسس العمل الجمالي، الدراسة التاريخية، علم الجمال، النقد، التحليل، كل هذه يعني تأثر، تنمي الوعي يعني أيضا. كثيرين كانوا يعتقدون أن تاريخ 2003 سيفتح الأبواب أمام الثقافة نعم. والفن في العراق. كيف وجدت هذا التاريخ، وما هو طموحك قبل 2003، وكيف وجدت ما بعد 2003؟ هو بكل الأحوال أنا أعتقد أنه بالنسبة للثقافة هي أفضل، لأنه سابقا كانت الثقافة مسيسة، يعني لا يمكن أن يكون هناك عمل إذا أول بطريقة أو بأخرى فيحارب هذا الفنان، وإن كان ليس لديه قصدية يعني بالتأويل المتلقي. فبكل الأحوال الآن عندك حرية تعبير أكثر نسبيا، حتى لا نقول هذه مثل ما ذكرت اكو بعض التابوهات اللي بعض الفنانين ما يقدرون يتجاوزوها. ف يعني هو افضل على المستوى الشخصي يعني، ما على مستوى المؤسسات على المستوى الشخصي. نعم. والمؤسسات الفنية. ما اختلف شيء. مم. للاسف ما اختلف شيء. المعنيين بالمؤسسات هل هم يؤمنون بالثقافة ودورها؟ المؤسسات الثقافية قصدي، من وزراء أو وكلاء أو مدراء عامين. والله هاي تسالهم هم. أنت شلون تشوفيهم؟ لان انا منعزله، انا قلت لك من البدايه انا مقاطعه أيوة، اي هذه العزلة المؤسسات. دليل اي اعتراض اي بالأخير، دليل اعتراض عليه. تقدر تعتبره نوع من الاحتجاج، يعني شكل من اشكال الاحتجاج يعني. أو من حقك طبعا يعني تحتاجين، هذا يعني حق الزينة سالم، لكنه أخيرا يعني ما هي أمنيات زينة سالم على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاجتماعي للبلد يعني بشكل على عام؟ المستوى الاجتماعي احنا نأمل انه يعني يرجع العراق عريق، هذا اهم شيء يعني. وان لحد من يذكر اسم العراق بتاريخه و يعني الكل ما اقدر يعني شلون اعبر لك عن هالشيء، بس هذا على المستوى هاي يرجع العراق ويعود اللحن حزين، وان كان اللحن حزين يعود سعيد. يعود سعيد. الأستاذة التشكيلية زينة سالم، التدريسية في معهد الفنون الجميلة، شكرا جزيلا لك. أهلا بك وسعيدة جدا بهذا الحوار. شكرا لك لك. مرة أخرى. وأنتم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.